نيجي بقى لأنواع الداتا عندنا في بايثون وهي عبارة عن إيه؟ تمام. أنا الكود بتاعي، أو بلاش نقول الكود، الأبليكيشن بتاعي، أي تطبيق أنت تشوفه في حياتك هو عبارة عن حاجتين: كود وداتا. أي حاجة أنت تخطر في بالك فيها سوفت وير، الداتا. بص، البيانات هي عصب الموضوع أصلا. مفيش داتا مفيش برنامج. ال AI كله عموما، يعني هي دي نقطة سابقة شوية عن اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، بس معلومة كده على الماشي يعني. ال AI من غير داتا مفيش AI أصلا. تمام. يعني هيتدرب عليه، دي معلومة كده يعني ايه، ملهاش علاقة بدرسنا خالص. تمام. خلينا احنا بقى نبتدي في الدرس بتاعنا. أنا بقول لك أي أبلكيشن عندك هو عبارة عن كود وداتا. أنت الكود اللي أنت بتكتبه، والداتا اللي أنت بتاخدها إذا كانت من يوزر أو من كان مصدرها فين. تمام. طيب انا بقول لك دلوقتي، احنا بنكتب كود. احنا الكود اللي احنا بنكتبه دوت عشان خاطر نقدر نتعامل بيه مع الداتا بتاعتنا يعني. انا في الاخر باخد انبوت وعايز اخرج اوتبوت. ده يعني البيزك بتاعنا. تمام. طيب معلومة برضو، الداتا دي بتتخزن فين؟ الداتا عموما بتتخزن فين؟ أول ما بنسترن بتتخزن على الميموري بتاعتنا. تمام. آه طيب بص برضو في عندك function print. دي ايه وظيفتها الفانكشن دي؟ دي انا بديها حاجه، انا عايز اشوف الاوتبوت بتاعتها ما بتتنفذش في الخلفيه، انا ما اقدرش اشوفها. بمعنى انا مثلا، يعني انا نقول مثلا ان مثلا النيم بيساوي او بلاش كده، خليها حاجه سهله شويه. مثلا دلوقتي مثلا ان الاكس بتساوي 5، الواي مثلا بتساوي 20، الزد مثلا بتساوي 30. طيب أنا بقول لك إن ال E مثلا بتساوي ال X زائد ال Y زائد Z. تمام. بعد كده نقول مثلا، أخد نقول مثلا W بتساوي ال A دي، وتشيل منها مثلا R4. تمام. طيب تمام. بالمناسبة برضه، جوبيتر نوت بوك عموما، آه، أنا قلتها برضه المرة اللي فاتت، بس عموما يعني في جوبيتر نوت بوك هو أفضل في الشرح في البداية خالص، كسيلز كده متقسمة. بيخرج الأوتبوت برضه عشان اللي مسمحش في أول فيديو يعني، اديني نقولها تاني. طيب تعالى نرجع لمرة. أنت عندك دلوقتي إكس واي زد. تمام. أنا اديتك إكس واي زد قيم، وأنت ما مش عارف إيه اللي بيحصل، فقلت لك إن ال A دي عبارة عن مجموعة تلاتة، وبعد كده قلت لك ال W عبارة عن إن ال A دي هتشيل منها الأربعة. طيب انا عايز اشوف ايه اللي بيحصل، عايز اشوف الايه اصلا بكام زي ما انا شفت الاكس والواي والزد، وعايز اشوف الايه، عايز اشوف الدبليو. طيب انا كده ما شفتش حاجه، انا كده في فعلا كود فعلي اتعمل له رن، ولكن انا كقاعد على اللابتوب مثلا ببرمج دلوقتي، انا مش شايف ايه النتائج اللي انا بعملها. طب عشان اشوفها عايز اطبعها. تمام. اطبعها ازاي؟ عن طريق فانكشن برنت. برنت دي تاخد منك كذا بارامتر يعني. بص هنا، دي كده بارامتر. تمام. فخلينا احنا نتكلم بس على أبسط حاجة دلوقتي ونشرحها قدام بعض. برنت ايه ديت، أنا هتطبع لي ال A ديت اللي هي مجموعة إكس واي زد. تعالى كده أجرب. ادي كده ال A 55. انت لو جمعت 20 30 5 تبقى 55. ممكن برضه نقول دلوقتي برنت الدبليو. ماشي. أنا مش فاهم ايه ال55 من ال51، فتعالى نطبعها برضه حتة على المشي، بس أنا هتوسع فيها قدام. تمام. يعني حتة برضه تبقى عارفين، أنا عايز أقول قيمة ال55 دي إيه. فأنا هقول لك ال A دي بتساوي الكلام ده. أنت لو طبعت كده هيطلع لك ال A بتساوي ال A. طيب أنا ليه أنت كده الدبل كوتيشن ديت بتخلي كل ما جوه الدبل كوتيشن بيبقى سترينج. تمام. أنا الكلام ده أنا بقوله، لكن الكلام ده هنستفاد فيه في شرحه واحدة واحدة. تمام. بس عايز أوضح لك البرنت دي بتعمل إيه.
على قد ما أقدر. تمام. فأنا دلوقتي بعمل وأنا الدبل كوتيشن، كل ما هو بداخل الدبل كوتيشن دوت يعتبر سترينج. وهنشرح دلوقتي إيه هو السترينج. تمام. أنت مثلا لو حطيت هنا اف، حطيت حرف الاف اللي هي فورمات، وعملت كيرلي براكت سناب كده، تلاقي الاي بتساوي 55. الحركة اللي احنا قلناها دي اسمها الفورماتنج. دي حركة، يعني مش حركة، يعني هو الفورمات بس بشكل جديد. تمام. دوت الأكثر شيوعا والأكثر استخداما. أنت عندك دلوقتي برضه عايز تعملها في الدبليو، فهتيجي تقول لي ادي كده الاف string، وتيجي تقول لي ان الدبليو equal، وتحط هنا حرف الدبليو. بس كده احنا وشلنا دي، قلب string عادي. تمام. لو حطينا القوسين لونها بيتغير، اللون اللي بيتغير دوت هو الفاريبل بتاعنا. بص كده برضه لو شلت حرف الاف، شايف شكلها عامل ازاي؟ هتضرب، يعني ما طلعتليش رقم، طلع لي كسترنج، هو واخدها كشكل سترنج. فاهمني؟ فهذا كده ترجع لي. بص بقى لما حطيت الاف، هيطلع لك هنا الدبليو بقى. لما تشيل منها الأربعة اللي هي ال55، تشيل منها أربعة تبقى 51 كده. تمام. طيب إيه هدفنا من القصة دي كلها عشان ما تتوهش مني؟ إن البرنت هي بتخليني أشوف اللي أنا بعمله، نتيجة اللي أنا بعمله. تمام. ده كده بالنسبة للبرنت، عشان تفهم إيه اللي جاي، إيه اللي هيحصل فيه دلوقتي. طيب أنا بقى عايز أعرف إيه هو الداتا، إيه التعامل مع الداتا. فأنا عشان أعرف إيه التعامل مع الداتا عايز أعرف إيه أنواع الداتا نفسها. طيب أنا لو قلت لك مثلا الخمسة دي عبارة عن إيه؟ يعني مثلا إكس بتساوي 5 مثلا، الواي مثلا بتساوي 100، الزد مثلا بتساوي سالب مثلا 245 مثلا. أي أرقام. الكلام ده كله إيه؟ الكلام ده كله يطلق عليه انتجار. بص كده، نحط الكومنت بتاعنا انتجار. انتجار. تمام. وكله هكذا. احنا ممكن ناخدها كوبي نحطها بيست عن طريق كنترول سي كنترول في. فلو ما تعرفش الاختصار يعني، ادي كده انت. طب انا مش مصدقك، او بلاش انا مش مصدقك، انا عايز اتاكد ان دي طيب بتاع انتجار. انت طبعا قدام برضه في البيانات الدنيا بتكتر معاك، فبتبقى عايز تعرف نوع البيانات دي ايه. تمام. فانا عندي فانكشن في بايثون بتعرف لي نوع البيانات ايه هي. بس كده طيب، اسمها طيب، اسم الفانكشن طيب، البارامتر بتاعها اوبجكت. بارامتر الكلام ده كله احنا هناخده في درس قدام جدا كده، هو الفانكشن. هنعرف يعني ايه فانكشن وكل الكلام ده كله. خلينا نمشي واحدة واحدة. طيب دلوقتي بتاخد حاجة جواها اسمها اوبجكت. ايه هو الاوبجكت دوت؟ وليكن الاكس اللي احنا معرفينه فوق. تعالى غني كده، طلع لك انتجر. بالمناسبة بقى في جوبيتر النوت بوك اللي احنا بنكتب فيها دي مثلا، انا من غير برنت مش هيطلع لي، هيطلع لي ناتج عادي، ولكن في العموم لو مش حاطط برنت مش هيطلع لي ناتج. فالتعود، تعود وانت بتكتب عموما يبقى حاطط برنت هنا. عشان كده أنا شرحت لك برنت في الأول. انت فقال لك هي من الكلاس اللي نوعه انت، فاهم؟ بيطلع لك النتيجة كاملة بقى. تمام. طيب مثلا أنا عايز أشوف الواي، رن كده، كلاس الانت. عايز أشوف الزد، كلاس الانت. تمام. طيب يبقى كده أول حاجة انتجر. الداتا بتاعتنا في منها انتجر، وهو باختصار كده عشان برضه نبقى عارفين، وهو كل ما هو أرقام صحيحة وهو الانتجر. زي الإيج، عمر الإنسان، زي رقم التليفون، السالري، المرتبات. بس المرتبات هتبقى أرقام فيها كسور عشرية يعني. فلا، فتعال نشوف أنواع بقى بيانات تاني. بس يعني الانتجر وهو كل ما هو عدد صحيح، زي رقم التليفون، عمر الإنسان، وهكذا بقى كذا حاجة تاني. تمام. تعال نشوف بقى نوع بيانات تاني، وهو مثلا نقول مثلا عندك مثلا
زي مثلا ال9.5، مثلا 1/10. تمام. ونقول مثلا مثلا عايزين ندي رقم تاني نستوعبه من هنا، نيجي مثلا عايزين ندي حاجة مختلفة شوية، وليكن مثلا بقى 100 مثلا، وتيجي تقولي مثلا 5/5 مثلا. يبقى أنا ديت نوعها إيه؟ دي نوعها حاجة اسمها فلوت. أنا برضه نكتبها هنا كده الأول. بص خلي بالك، أنا لما شرحت الكومنت نسيت أقول لك إن أنت الكومنت ممكن تحطه في أي مكان، يعني ممكن تحطه هنا مثلا، تحطه هنا كده مثلا، تكتب أي حاجة. تمام. ممكن برضه تحطه هنا عادي. تمام. برضه ممكن نحطه هنا. أنت لما تيجي هترن الكود، بص لما تيجي هترن هيرن ده معاك عادي تماما وهتعرف عليه، ولكن هيجي هنا هو مش شايف ايه اللي مكتوب هنا، هيخش على اللي بعده عادي. تمام. الحتة دي بس موضحتهاش المرة اللي فاتت. فأنت النوع عندك هيبقى فلوت. تمام. يبقى فلوت. لو جيت رنيت وقلت له أنا عايز أعرف التايب بتاعنا هيكون ايه مثلا للايه، خلاص فلوت. بص هو رن لك أول برنت أهي. طب بص برضه عشان انت بقى تصدقني، ماشي، أو تتأكد يعني وتبقى فاهم. أنا لما هرن هنا النوع دوت مش هيطلع لك آخر نتيجة بس اللي هي آخر سطر، وهو ده برنت تايب إيه، لكن تايب زد ده مش هتطلع نتيجته. تمام. أهو كلاس فلوت. فلوت يعني إحنا دلوقتي نوع البيانات اللي عندنا بتاعت الإيه فلوت. أنا هنرجع تاني برنت تايب. تمام. طيب تعال نشوف البي مثلا كده فلوت، سي فلوت، يبقى كده كل دوت فلوت. طيب الفلوت هو عبارة عن إيه بقى؟ زي السالري، رقم عشري، رقم فيه كسور بقى. تمام. وتقيس على أي حاجة فيها أرقام عشرية. تمام. بتبقى فلوت. طيب تعالى ناخده حاجة تاني، وهو إيه مثلا؟ لو قلت لك مثلا إن مثلا بتساوي بير جمال يوسف مثلا. تمام. طيب النوع البيانات دي إيه؟ دي نوع البيانات دي اسمها string. ماشي. طب عايز أتأكد مهندس، وأقول لك تعالى print طيب وتيجي من كلاس اسمه string. تمام. بتتكتب باختصار str، لكن هي كاملة كده string، لكن هو عموما string int يبقى integer float عادي. تمام. يبقى الstring هي عبارة عن إيه؟ هي كل ما هو text. تمام. كل ما هو text، كل ما هو داخل double quotation. إيه هي double quotation؟ العلامة دي كل ما هو داخل الدبل quotation هو string. تعالى نشوف حاجة تاني. طيب عندك بعد الstring ممكن نشوف حاجة زي كده مثلا. لو قلت لك مثلا إن ال E مثلا بتساوي 1 2 3 أمبير جمال. بعد كده مثلا قلت لك 22 و4 من 10 مثلا. كده قلت لك يوسف. طيب دي نوع ايه الداتا دي اللي قدامي هي نوع، دي بيانات اسمها ليست، اللي بتبقى بسكوير براكت كده دوت كده. شايف انا لما بعلم بيجيب لك برضو السهم اللي هناك اهو، ده كده اهي، ده شكل. لا، تبقى عبارة عن ليست، اسمها ليست.
تمام. الليست طبعا ليها خصائص واحنا ندرسها مع بعض قدام برضه. هي من أهم الداتا تايب اللي عندنا الليست. عايز أتأكد يا باشمهندس تبقى برنت. طيب، وآدي يا سيدي الإي بتاعنا. احنا طبعا هنشرح لسه الفاريبل اللي هي الإي بتساوي كده الكلام ده كله. طيب، ادي كده الكلاس بتاعنا يبقى ليست. طيب عندنا ايه تاني؟ إيه عندنا ايه تاني؟ اه تمام ماشي. نفس القصة كده، ناخد كل ده كده كوبي. ولكن نركز بقى في الأقواس. شايف شكل الأقواس اختلف؟ ماشي. وبرضه عايز أقول على حاجة عشان تبقوا عارفين. بص كده، لما تلاقي الشكل ده عامل لك كده انت كده عندك ايرور غلط يعني، لازم تصلحه. فهو أنا بس الغلط اللي عندي الدبل كوتيشن مش مقفولة. طب دي نوعها ايه بقى؟ دي نوعها حاجة اسمها دبل. ماشي. عايز أتأكد print. طيب، واديله الاف. طب تمام. طب برضه ليها خصائص كتير وهندرسها برضه. فما تقلقش من حاجة يا صديقي، كل دوت كلام إن شاء الله هيبقى سهل. بس أنا بوريك الداتا تايب كلها، أنواع البيانات كلها اللي عندنا. تمام. عندك إيه تاني؟ عندك حاجة اسمها ديكشنري. عبارة عن إيه الديكشنري؟ هي مثلا كده مثلا هو بتساوي، هي مثلا هي الديكشنري بتتكون من كي وفاليو. يعني مثلا تعالى نيم وتحط كده السيمي كولون بتاعتنا والبير. تمام. طيب، كيف بتاعنا بيبقى جوه دبل كوتيشن، ما ينساش الدبل كوتيشن. ماشي. العمر بتاعه مثلا 21. بص لاحظ هنا الانتجار عملت فيه ايه؟ محطتهاش داخل دبل كوتيشن ليه؟ إن هي رقم، هي انتجار. أنا على فكرة أنا لو حطيتها جوه دبل كوتيشن مش هيحصل حاجة، مش هيقول لي لأ، مش هيقول لي أنت كده غلطان. ولكن أنا لازم أبقى فاهم الداتا تايب بتاعتي إيه. تمام. في وهنتعلم قدام امتى بخليها مثلا انتجر وامتى بخليها وبحول سترينج وبحولها ازاي. تمام. مثلا نكتب ايه مثلا تاني. وليكن مثلا الجريد بتاعنا. تمام. بص ده سترينج شاب، تطلع تحتها خط لازم احطها دبل كوتيشن. الجريد بتاعنا يا سيدي هو ايه مثلا؟ ممكن بقى بص بقى انا عايز اديله كذا قيمة هنا. من ضمن خصائص الليست ان هي ممكن نحط فيها كذا حاجة. تعالى كده بص مثلا ايه مثلا بلس. ماشي. مثلا بار سي دي ايه ماينس مثلا. تمام. طيب، ايه نوع البيانات اللي انت شايف الأقواس الأول بس بتاعتها اهي. تمام. ايه نوع البيانات دي؟ تعالى نشوفها مع بعض. وهي برنت. طيب، الار بتاعتنا ديكشنري. حاجة اسمها ديكشنري. تمام. طيب عندي ايه تاني؟ أنا عندي تاني برضه احنا حاجة شبيهة ليها شوية ولكن تختلف طبعا. تمام. نفس القوسين ولكن مفيش كيو فاليو. تمام. يعني مثلا ممكن تقول مثلا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. تمام. قلت لك إن طيب تيجي. تمام. ست. ستة اللي هي أقواس المجموع عموما ست. تمام. طيب عندي إيه تاني يا ريس؟ أنا دلوقتي لو عايز أتأكد من رقم معين. تمام. هل مثلا أنا بقول لك مثلا أنا دلوقتي مثلا إيه الكابيتال دي مثلا بتساوي خمسة. تمام. وبقول لك مثلا أنا عايز بقى أشوف بقى هل البرنت مثلا تعالوا عشان توضح أكتر. برنت الإيه
equal مثلا 3. ال A is invalid keyword argument for print. تمام. لا، الغلط هنا. طلع لي ايه؟ false. false غلط. هو بيتأكد، بيتشيك من حاجة اسمها تشيك، بتأكد هل ال A equal. يعني أنا بشوف هل ده صح ولا غلط. هل ال A بتساوي 3 فبتقول equal. طيب لو قلت له مثلا 5. true. طيب نوع الداتا دي بقى تاخد كده جوه كويس. طيب بوليان. تمام. هو كل ما هو بوليان اللي هو بيكون true or false. true or false. والtrue بيمثل عندي في بايثون 1. ممكن تكتبه true كده. تمام. والتي كابيتال خلي بالك، عشان لو كتبنا تي سمول حاجة تانية خالص. تمام. أنا بالمناسبة بايثون عندي فيها كيس sensitive، يعني الحرف بيفرق. يعني أنا مثلا هنا ال A دوت الفاريبل بتاع ال A ده غير ال A ده حاجة وده حاجة مثلا كده. ده حاجة وده حاجة تانية خالص، ما يعرفوش بعض. تمام. فهي كيس sensitive. طيب كيس sensitive يعني مثلا تعالى نشرحها في البوليان بطريقة حلوة جدا. بص يا ريس، أنا هكتب هنا البير. تمام. وهكتب هنا البير، بس الإيه مرة كابيتال مرة سمول. بعد كده برنت. شيل التايب عشان نكون. بص لما رنيت على برنت تايب طلع لك بوليان إن النتيجة ترجع يا ترو يا فولس. تمام. بص كده. فولس ليه؟ عشان هنا مرة الإيه كابيتال مرة هنا الإيه سمول. لما تيجي تحط اللي يعمل إيه كابيتال أنا مش متأكد وأزتك وماله حولت لترو. تمام. فبايثون فيها كيس سنسيتيف. يعني إيه كيس سنسيتيف؟ يعني الحرف بيفرق من صغير أو كبير. تمام. دوت كده البوليان معانا. كده إحنا خدنا الداتا. طيب ده كان درسنا النهاردة. تمام. طيب بس أنا عايز أشوفك كده، أنت هل هتعرف تفرق ما بينهم ولا لأ؟ فتعالى هديك كده ملخص ليهم سريع. واحنا إيه نرجع تاني. الانتجر، الفلوت، السترينج. طيب إيه الفرق ما بين الانتجر والفلوت؟ الانتجر هو رقم صحيح زي الإيدج، زي الفون نمبر. الفلوت هو رقم عشري أو كسري. تمام. زي السالري مثلا، أرقام المرتبات مثلا، زي مثلا أسعار البيوت. تمام. بيبقى فيها كسور، مثلا نقول لك 550 مثلا وربع مثلا. يعني مش ربع اللي هو واحد وربع، مثلا مليون 250 وهكذا. انت ممكن تحسبها عدد صحيح ولكن بيبقى فيه كسور في حاجات معينة. تمام. عندك ايه تاني؟ عندك السترنج، وقلنا كل ما هو داخل الدبل كوتيشن او السنجل كوتيشن يعني عادي. بص برضه عشان تعرف الكيس سنسيتيف، الكيو كابيتال اهي وده حاجة وده حاجة. تمام. السنجل كوتيشن اللي هي كده. تمام. أما الدبل كوتيشن اللي هي دي. تمام. برضه ممكن أكتب برضه فيها مثلا البير جمال. عادي هتكتب معاك. تمام. مفيش أي مشكلة. طيب عندك إيه تاني؟ عندك الليست اللي هي بالسكوير براكت وقوس مربع طابل. القوس دوت كده. الديكشنري القوس بتاعها كل براكت بس بتتكون من كي وفاليو. الطابل الطابل بتاعتنا قصدي الست برضه كل براكت بس ما فيهاش كي وفاليو. تمام. طيب البوليان بقى آخر حاجة عندنا البوليان. طيب أنا هديك تريكة كده. هتشوف السؤال بتاعك. شوف السؤال بتاعك وتوقف الفيديو وتحاول تشوف هل هتعرف تحله ولا لأ. تمام. أنا بقول لك مثلا إن الإكس بتساوي مثلا برنت. طيب الإكس بتاعنا. تمام. تعالى نعمل لكل دوت كده كومنت عشان ما يزولناش في النتيجة بتاعتنا اللي هتطلع. طيب عايزك تشوف هل دوت هيطلع لك ايه نتيجة. وقف الفيديو هتفكر فيها وبعد كده هتشوف ايه النتيجة اللي هتطلع. طلع لي فلوت. ايه ده؟ طب ليه دي 5 بس؟ شايف الدوت اللي انا حطيتها لك دي؟ الدوت دي بايثون بيقول لك طالما حطيت دوت يبقى ده فلوت حتى لو مش حاطط حاجة.
يعني بص، زيرو 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 من النهاردة لحد الصبح، هو فلوت. تمام. بص مثلا كده، واحد، هو مازال فلوت. طيب انت لو شلت خلينا نرجع لي زيرو مثلا، رحت شلت الدوت دي، عارف النتيجة؟ انتجر. بص، انت بمجرد ما تحط دوت في أي حتة، ده فلوت، ده تلقائي بايثون بتتعرف عليه. بص كده، يعني مثلا كل ده رقم صحيح عادي، كل ده رقم صحيح. تمام، انتجر اهو. بص انت لو حطيت في الآخر في دوت ومش بعتها حاجة، بيبقى فلوت. تمام. أتمنى أكون استفدت يا صديقي، وأتمنى أكون قدرت أفيدك بمعلومة. شكرا لوقتك.